مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت، واهلا بيكم في دردشه جديده من ذا سينماتولوجي بودكاست، اللي كل اسبوع انا محمد ابو سليمان وصديقي العزيز جدا اسماعيل راضي بنختار فيلم عظيم من السينما المصريه والعالميه عشان نفصصه وندردش فيه. ووحشتونا جدا 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 جدا. ازيك يا سمعه؟ سولي، ايه الاخبار؟ انا فعلا حاسس ان احنا بقالنا كتير قوي، وحتى قابلت يعني كذا حد كده من اصدقائنا وبيبعتوا لنا، واكيد طبعا بيبعت لك رسائل كتيره ان يعني احنا اتاخرنا وبتاع، بس بقى يعني الصيف وارتباطات الصيف. بس انا سعيد جدا ان انا رجعت، ويعني وانت كمان برضو كنت متحمس وبتقول يلا بقى احنا طولنا قوي ومش عارف ايه. فعلا يعني وحشنا الدردشه، وحشنا ان احنا نتفاعل معاكم كلكم. وشكرا على كل الناس اللي بعدت تسأل وتطمن. هي مجرد كانت اجازة يعني، حاولنا بس نقضي وقت مع عائلاتنا، التزامات عائلية وصيفية وكده. يا رب تكونوا انتوا كلكم اتبسطتوا وقضيتوا صيف حلو، لسه بتقضوا صيف حلو. تكون عندكم حاجات تانية يعني ايه مور فن عننا يوم الجمعة تعملوها. بس احنا رجعنا لكم اهو، ونحاول ان احنا ان شاء الله نرجع تاني زي ما كنا. قبل ما نبتدي كده، اخبار صيفك يا سمعة؟ الصيف ماشي كويس يعني. انا ما اقدرش اقول ان انا اخدت اجازه يعني فورمال كده، ان انا طفيت المكنه يعني اسبوع ولا 10 ايام كلها كده، خميس جمعه سبت مش عارف ايه، ساعات ارجع حد. يعني انا حاليا في البحر الاحمر دلوقتي في الغردقه، وراجع يوم السبت الصبح برضو عندي شغل. لكن الصيف ماشي كويس، الولاد مبسوطين، بيقضوا وقت كويس بعد عام دراسي طويل، فحلو يعني، اوقات سعيده الحمد لله. حلو حلو. الحمد لله. انا كمان للناس اللي ما تعرفش يعني جت فرصة ان احنا نتقابل في الصيف المرة دي لما كنت في مصر، واستضافنا كمان اصحابنا مكيوي وزرقاني. فتابعوا قناتهم ثرثرة فنية قريبا، معرفش بقى انت عارف موعدهم بس قريبا هم في مالهمش حلقة مواعيد. هتنزل. لا، هي كانت حاجه غريبه قريبا جدا. في احنا استضفناهم في قناتهم، يعني هي حاجه غريبه جدا. يعني هي انت استضفتهم في بيتك، بس على القناه بتاعتهم، يعني هم يعني مش عارف او اقول مين استضاف مين، انا مش عارف الحقيقه. بالظبط. بس هي الحلقه هتتسمع عندهم هم. ايوه، فتابعوا بقى ثرثره فنيه عشان ايوه. يعني هتزهقوا مننا الاسبوع ده. عندنا رجعنا في سينماتولوجي وهتسمعوا لنا في ثرثره فنيه كمان. بالظبط بالظبط. طيب احنا قلنا بقى لما نرجع في الصيف نرجع بحاجه خفيفه وعبيطه كده ولذيذه لذيذه فقلنا ايه؟ جدا. يا رب ولد. اه، احنا اصلا كان عندنا مشاريع اكبر بكتير. ايوه. كنا هنعمل اعظم 7 افلام فريد شوقي، فكنا داخلين خناقه يعني. حاجه انسايكلوبيديا. كنا هنتكلم على عالم، كنا نتكلم على نص السينما المصريه. صحيح. وبعدين حصل شويه حاجات كده اجلت الموضوع شويه، فقلنا طيب تعالى ايه نجيب سيره فريد شوقي بس من زاويه تانية، حاجة الناس كلها بتحبها. احنا خلاص حافظين الفيلم اصلا، شفناه بس علشان نفتكر شوية حاجات، ولقينا نفسنا حافظينه وبنسمعه واحنا بنتفرج عليه. وهو فيلم طبعا يا رب ولد. فيعني نبتدي كده بالفيلم المسخرة ده اللي هو يمكن من اكتر 5 افلام بتضحك في تاريخ السينما المصرية. صحيح. كلمني عنه عامة كده والجنرال امبريشنز بتاعتك عنه. يعني هو انت كنت اما كنت انا وانت بنحضر وبنتبادل الرسائل على الفيلم، انت كتبت جمله عجبتني قوي، قال لك يعني it is the ultimate mood changing movie. الفيلم ده برضو زي افلام كتيره اللي احنا بنتكلم عنها. لو واحد فينا قاعد ماسك الريموت، معلش انا هفضل اقول الكلام ده كل شويه، حد فينا قاعد بالليل خلص يوم شغل طويل، او حتى بيقلب في التلفزيون كده الصبح ومش في باله، لو لقيت فيلم يا رب ولد، يعني احتمال ضعيف قوي انك تغير القناه. الاحتمال الاكتر ان انت هتقف تتفرج على الفيلم ده 10 دقايق او ربع ساعه، يرفع لك المود بتاعك. لان هو الفيلم هو عباره عن كده، هو ساعه و40 دقيقه، يعني اقل شويه من ساعتين، ولكنه مفيش مشهد دمه تقيل، مفيش مشهد دمه مش خفيف. كل اللي في الفيلم دمهم خفيف جدا جدا. طبعا سمير غانم مفيش داعي نتكلم عنه، احمد راتب، طبعا فريد شوقي الملك، كريم مختار دمها خفيف جدا، سعاد يونس دمها خفيف جدا، دلال عبد العزيز، حنان سليمان، ده حتى اكرامي دمه خفيف جدا، الممثل اللطيف اللي انت بتحبه ابراهيم أدري، المعلم صقر اللي هو زكريا. في يا اخي ما فيش واحد رأيت خياله في المنام رأيت محلايا. فيعني الفيلم كله يعني فيلم فعلا كوميدي،
في طبعا رسائل لطيفة كده في النص، لكن الفيلم هو معبر عن فترة الثمانينات بلذتها، بالبيك بتاع سمير غانم في الكوميديا، بداية تثبيت أقدام أحمد راتب. فريد شوقي خلاص كان فعلا ملك، بيمثل بطراطيف صوابعه، ممكن يعمل في سنة واحدة فيلم زي ده ويروح هوب عامل لك فيلم مثلا زي الغول بتاع عادل إمام. يعني كان خلاص مفيش حاجة محتاج يثبتها ان هو ممثل كبير وعظيم قوي، وزي ما انت لسه قايل في بداية الحلقة نص السينما المصرية. وبجانب الفيلم من ناحية الحرفية بقى كحرفية سينما، كتابة واخراج وتمثيل، فيلم كوميدي بامتياز. ولو انت حبيت تحط اعظم 50 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، اعتقد الفيلم ده ممكن يتحط في اول 10 يعني. وداوت فعلا. هو يعني كوميديا من جلده للجلده. هو طبعا اسهل حاجه ان احنا نقعد نسمع الفيلم ونقعد نضحك عليه، يعني ده اسهل حاجه ممكن نخلص ساعه على كده. هنحاول ان احنا نتكلم في تيمات تانية والحرفه بتاعته، لان زي ما انت قلت الفيلم معمول حلو قوي. يعني الفيلم مبدئيا كده اخراج عمر عبد العزيز، وده مخرج شاطر جدا. هو اللي عمل افلام كوميدي كتير، منهم الفيلم اللي عمله قبل ده يعني السنه اللي قبلها اللي هو تجيبها كده تجيلها كده هي كده برضو، نفس المؤلف وسمير غانم. الفيلم مونتاج رشيد عبد السلام. اسمها ايه؟ رشيد عبد السلام. ودي يعني انت لو خدت بالك من الاديتنج في الفيلم ده، الاديتنج روعه. يعني اللي بيحاول يمنتج كوميدي يتفرج على الفيلم ده. دايما يقول لك كده، فاكر كانوا بيقولوا لنا وفعلا دايما يقول لك ان ايه، لما عايز تتست مدى حرفيه المونتير او المخرج، شوف انت بتنقل من مشهد لمشهد ازاي، يعني مش بس من كات لكات، الترانزيشن من مشهد لمشهد ازاي روعه. المشهد بتاعه هم قاعدين على الكنبه تعيش انت يا حاج، اللي بعد كده كريمه مختار، وبعد كده بيرجع تاني على احمد راتب وهو بيتقدم برضو على الكنبه. يعني في ترانزيشنز كده رهيبه في الفيلم. فالفيلم مش ما هوش فيلم مقاولات، لا ده فيلم ناجح جدا في السينما، وراه مخرج كبير، وراه مؤلف كبير، ومدير تصوير كبير عصام فريد، ومونتيرا. لا يعني فيلم حلو كوميديا من الجلده للجلده، وفي تيمات كتيره قوي 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 طبعا هنتكلم عليها بقى. يعني هو طبعا دايما يقولوا ان اهم حاجه في الكوميديا التايمنج. فانت يعني ذكرت رشيد عبد السلام وقلت الكرو بتاع الفيلم، يعني البيهايند ذا كاميرا، يعني احسن ناس في وقتهم في الجانر ده. فيعني ما حدش ابدا يدسمس الفيلم ده ان هو فيلم يعني تافه او فيلم يعني مقاولات او كده. لا، الفيلم ده ابعد ما يكون عن كده. الفيلم جابوا فيه احسن ناس في الوقت ده، يعني احسن كوميديان في وقته، او يعني من احسن 2 3 زي قلنا سمير غانم وعادل امام. هو سمير غانم جابوا فيه يعني الملك فريد شوقي، جابوا فيه اللي هي لما كانوا يجيبوا هي اللي حلت محل بقى فردوس محمد، وممزوجه كده بدم خفيف، وكانت عملت دور كبير بتاع اللعبه العيال كبرت، كريمه مختار. كان وقتها بقى لسه بتنتقل من الاذاعه الى التمثيل اسعاد يونس. واسعاد يونس على فكره هي كمان دمها خفيف، وهي قالت البيت، هي برضو قالت البيت جوفي، يعني هي كوميديا ممزوجه كده بسنه عبط وهبل ولذاذه، يعني توم بويش كده شويه. فده مديها لذه. بدايات دلال عبد العزيز، حنان سليمان كانت برضو عملت دور حلو مع الجوكر مع محمد صبحي. وقتها بقى وحش افريقيا احمد اكرامي، جول كيبر النادي الاهلي في العصر الذهبي بتاع النادي الاهلي. ودي مش اول مره كانوا يجيبوه بيمثل، جابوه قبل كده برضو مع فريد شوقي في رجل فقد عقله مع عادل امام. وبرضه مش هقول ان هو بيمثل كويس، واعتقد كان اخراج عمر عبد العزيز برضه اعتقد كده. كان سنه 80 او 81، فكان دمه خفيف. يعني ما هواش يعني احمد زكي في التمثيل، ولكن كان مقبول، يعني بيعرف يديليفر يعني اللي مطلوب منه على الاقل. طبعا احمد راتب الكاركتر اكتر، ويعني وحتى الشخصيه دي بقت هي زي ما تقول المسطره اللي عايز يعمل الفنان اللي هو يعني فاكر نفسه فان جوخ، وهو مالوش اي لازمه ولا فاهم اي حاجه ولا بيعمل اي حاجه ذات قيمه، وقاعد بس لابس سلاسل وما بيستحماش ونطع من الاخر. يعني هو عارف يعمل الحكايه دي. سمير غانم عمل الشخصيه دي، عملها قبل كده، الشخصيه اللي دايما بيقولها ادم مكيوي اللي هو متبحر في سمير غانم وفي المغرافيا سمير غانم، اللي هو الشخصيه اللي ما عندوش اي حاجه يقدمها، لكن عنده احساس عالي قوي، بالذات ايجو رهيب. يعني انا بكالوريوس تجاره شعبه محافظه بدرجه مقبول، ما رضاش اتكلم، يعني مش خريج MIT يعني مقبول جدا ولا هارفارد بدرجه مقبول جدا ولا وورتن بيزنس سكول يعني لكن هو عنده، انا مستني الشركات الاجنبيه ومش عارف ايه، وهو ما عندوش اي حاجه يقدمها. فبرضه يعني كل عناصر الفيلم
عناصر لذيذه قوي قوي قوي. فده مش فيلم يعني كوميدي تافه. كون بقى ان هم كانوا بيدوا مساحه لسمير غانم يروح ويجي يعمل اللي هو عايزه ويلبس حاجات غريبه ويعمل حاجات غريبه، ده لان هو هي سو جود، افتح الكاميرا وسيبه. واعتقد ده كان في الكتابه يعني. اعتقد لما بنتكلم مع مكيوي برضو كنا بنتكلم على فيصل ندى والبلوكات زي بتاعه باريس لما في اهل دكتور ومش عارف ايه، ان هو في سكريبت وفي مشاهد وكل حاجه، بس في حته كده مساحه سمير العب يعني اور كوك، عارف زي الامريكان بيقول لك هي واز كوكينج يعني. كان بقى ايه، كان في الاليمنت بتاعه، وطبعا بقى جايب كل الاليمنت بتاعت الكوميدي، جايب الافيهات، جايب الفيزيكاليتي، جايب الامبروفايزيشن، جايب اللبس، جايب البروبس لما كان ماسك الشنيور. لا والعوامه بتعمل ايه العوامه اللي لابسها دي داخل الحمام، وبعدين هو الاول كان لابس روب فوقيها، فهو فاجئك يعني. هو الاول يعني حتى الدليفري في تايمينج، هو خارج من الاوضه رايح الحمام عشان يعني يستحمى عريس بقى وبتاع، فهو لابس روب. لما قرب من باب الحمام قام قلع الروب تحتيه مش شورت ولا بتاع، تحتيه عوامه منفوخه هوا يعني والقباب اللي عمال يخبط على البلار بالظبط. فهو يعني هو زي ما انت بتقول اتصرف. انت مش مره قلت لي ان اسمه ايه ده، ستانلي كوبريك من النوع اللي هو بيتدخل قوي وبياخد تيكس كتير، لكن لما اشتغل مع ممثل كوميدي يعني مرتجل من الطراز الفريد بيتر سيلر، سابه قال له اتصرف انت، اعمل اللي انت عايزه، لانه هو عارف هو بيتعامل مع ايه. ده لحد اخر يعني، عشان يقول لك بس فعلا الكوميديا من جلده للجلده. اخر مشهد خلاص الكريدت هتنزل، رايحين يتفرجوا على الماتش مع اكرامي، ففجاه سمير غانم جايب اكرامي معاه يقعد معاه، قال لك خوّلنا قاعد جون رايح يمين مش عارف خوّلنا وجبت يقعد معانا، والفيلم قفل على ده يعني. لا يعني لا. وبعدين في تلاقي مشهد مثلا المشهد خلاص بيخلص يقوم اي حاجه برضو يعني، لما كانوا قلقانين على كريمه مختار انها مختفيه ومش عارفين هي فين، عمالين يتكلموا فجاه تقوم داخله اهلا يا انت جيتي يا طنط، اهلا يا طنط. لا في كمان مشهد جمله كده. لا في مشهد لما كانوا في اوضه نوم الحاج الاسيوطي، وهو قاعد بيزعق لمراته اللي هي صفاء اللي هي اسعاد يونس، وبيزعق لسمير، فبعدين بيقول لها ابوكي بيعيرني باللقمه اللي بياكله، هو يعني منفعل يعني هيز اوفر ويلمد يعني مش قادر يتمالك نفسه من ان هو يعني ان ابوها بيعايره بان هو بياكله، ابوكي بيعيرني باللقمه، وقام ماشي يعني. ولاد الدخله اصلا أيوة. طول عمري بحلم يكون عندي سرير بمرتبه سفنك مرتبه سفنك يا لئيمه يا لئيم. طيب تعالى نرجع من الاول كده. زي ما اتكلمنا برضو احنا قلنا الكرو كله رهيب، حتى المزيكا الدكتور جمال سلامه طبعا. جمال سلامه ده واحد من الموسيقيين الكبار جدا، ده درس موسيقى في روسيا. بسمع على طول يعني ايه كاني حاجه حصل، الانبساط دخل على طول. صحيح. مع الكريدتس اللذيذه دي، المقدمه بتاعت الشحري ولا الشحري اظن الشحري كان في فتره الثمانينات واخر السبعينات كان كريدتس كتير قوي، افلام بتبتدي بالكرتون الانيميتد ده، كرتون ممزوج بستيلز من الفيلم صح. فده البدايه. وزي ما اتكلمنا عمر عبد العزيز عمل تجيبها كده السنه اللي قبليها والسنه اللي بعدها عمل الرجل الذي عطس. في فيلم حلو قوي كمان، انا ببص على الفيلموجرافي بتاعته اهو، فيلم اسمه المجنونه، كان بتاع اسعاد يونس ومحمود عبد العزيز. واحده كانت محمود عبد العزيز كان مذيع، وواحده مهووسه بيه يعني زي فيتال اتراكشن كده. فيلم حلو قوي اسمه المجنونه. وعمل هنا القاهره بتاع محمد صبحي، الشقه من حق الزوجه، لا افلام جميله يعني كلها. صح. انا في حاجه عجبتني برضو ركزت المره دي في الاوبننج كريدتس، مكتوب الموبيليا من محلات جهاز العروسين عبد الرحيم عمرو. طيب ده اللي كان بيتكلم عنه ادم في اللي احنا قاعدين الصالون، برودكت بليسمنت. بالظبط. وتشوف موبيليا عاديه جدا، بس يعني البيوت معظمها كان فرشها كده في الفرن الابيض كده. لو بصيتوا في الفيلم تلاقي كل البيوت في الوقت ده كان عندها الفرن الابيض الصغير المحندق ده. فكان الجهاز العروسين كان فيري بوبيولر. ويعني من الحاجات اللي خدت بالي منها برضو في الصيف كان في زيجات ويدنجز كتيره قوي، افراح كتيره قوي بتاعت مشاهير، وكانت اكسترافيجنت بزياده يعني عارف.
وافتكرت انا لما شفت الفرح بتاعهم هنا اللي هو في البيت ومش عارف ايه، افتكرت الفرح بتاع ابويا وامي كان برضو في البيت. بيت امي واصحابهم كلهم معاهم ونازلين مع بعض على السلم، بعد كده خرجوا سهروا مع بعض هم واصحابهم، بس في الاول كان في البيت. زي الافراح عروسه يعني فكره الافراح اللي في البيت دي لذيذه برضو. انا عارف يعني انا وانت بروبلي افراحنا كانت بره، بس الزمن بتاع الفرح اللي في البيت ده لذيذ برضو. الافراح ما انتقلتش للوكندات الا اعتقد مع الثمانينات يعني، والتسعينات بالذات، لما اللوكندات بقت اكبر وعندها صالات افراح وبقت اللوكندات بتكيتر، مطلوب منها ان هيلتون بقى وماريوت وشيراتون والبتاع، بقى مطلوب من اللوكاندا كمان انها تجيب دخل، مش بس من البوردنج ان الناس تبات في اللوكاندا، لا كمان من الفود اند بيفرج يعني، اعتقد كده يعني. ففتحت بقى سكه الايه الصالات الافراح، وكانت معروفه دي صاله كذا ودي صاله كذا، كنا عارفينهم بالاسم يعني، الف ليله وليله وكليوباترا ومش عارف وصلاح الدين اللي في شيراتون. فهي دي اللي لكن زي ما انت قلت ده حتى هم كانوا اختين. طب انت عمرك حضرت فرح في يعني فرح لعروستين وعروسين يعني 2 كابل زي كان في الفيلم ده؟ لا انا حضرت مره، حضرت فرح ناس اصحاب ولا اخوات ولا لا كازنز يعني، العروستين كانوا ولاد عم، وكان فرح لذيذ جدا جدا يعني، اتبسطت قوي فيه، فاكره لحد دلوقتي يعني، ظريف قوي. لا المود بتاع الافراح وكل حاجه موجوده في البيت دي لذيذ جدا. الفيلم اول مره اخد بالي، او مره اعرف انا بعمل الريسيرش المره دي، ان هو متاخد من فيلم امريكاني في الخمسينات اسمه نيفر تو ليت. انا اول مره اعرف المعلومه دي. اوكي. برضو عن قصه راجل وست كبار في السن، عندهم برضو بنات، والبنات متجوزين وجوزاتهم عايشين معاهم، وفجأة الست انطع، والست بقت حامل وهيجيبوا ولد ومش عارفه، نفس الكونسبت يعني. دي حاجه كنت اول مره اعرفها. والتيمه الاساسيه طبعا هي فكره، او يعني لو حاولنا ناخد الفيلم يعني فاليو، يعني فكره ان هي البنت زي الولد يعني، هو في الاخر البنات هم اللي شلبوهم هم اللي بس برضو حتى دي يعني انا بحب قوي في الكوميديا اللي هو انا مش عايز اقف عند المشكله بتاعت الفيلم كتير. يعني هو الفيلم انت قلت ساعه و40 دقيقه، لحد ساعه ونص ما كانش في اي مشاكل غير اللي هم انطاع ومش عارف ايه. بعد ساعه ونص حصل المشكله ان فريد شوقي فلوسه مش عارف راحت فين وكذا وكذا وكذا. في 3 دقايق تقريبا البنات راحوا وتعبوا واشتغلوا وعملوا تليفونات وحلوا المشكله ودن. انا احب كده في الكوميديا. ما احبش الفيلم الكوميدي بالزبط. اللي بيقعد يضحكك وبعد كده على نص الفيلم يدخلك مشكله بقى ونخش في ازمه والموضوع يقلب بجد ونحاول نحل المشكله. هو قلب بجد بالظبط 7 دقايق ولا حاجه وقام على طول راجع تاني. لا يعني هو فعلا يعني الفيلم صحيح هو فيه بيلد اب يعني. هو حتى كمان الاول عمل لك برضو، انا بحب قوي البريمس ان هو يعني ان هو واضح ان هو راجل عنده 3 بنات وان هو اللي يعني شايل كل حاجه في البيت، وبعدين عرض لك بقى مشكله كل بنت اللي هي صفاء اللي هي اسعاد يونس، ومديحه اللي هي دلال عبد العزيز، والبنوته الصغيره حنان سيمان مش فاكر كان اسمها ايه في الفيلم. يعني يبقى عرض لك مشكله كل واحده فيهم والصراع بتاع الاب ان هو يعني برضه مفيش حد بيساعده وان هو كان نفسه في ولد، وبعدين بقى يبتدي بقى ايه يعرفك يعني شيئا فشيئا على كل يعني بوي فريند منهم اللي هو سمير غانم واحمد راتب واكرامي، وايه مشكله كل واحد يعني، او ايه الدخله بتاعت كل واحد. فده برضه لذيذ يعني. انا عجبني سمير غانم اللي هو مستني الشركه الاجنبيه مش اقل من 1500 جنيه. لما قال 1500 جنيه ده مبلغ كبير جدا بقياس الوقت يعني. انا سالت مامتي بعتها قلت لها هو بابا كان بياخد كام في الوقت ده؟ قالت لي لما قبل ما نسافر ما كنا في مصر سنه 81 كان بيعمل 850 جنيه. ده كان مهندس في شركه بترول. عارفه يعني. فده كان الرينج بتاع الايه المرتبات في مصر في الوقت ده. انا والدي اشتغل في السعوديه، والدي اشتغل في السعوديه شويه من سنه 72 اظن لسنه 77 يعني 5 سنين تقريبا او 4 سنين، من 73 ل 77. والله يرحمه مره قال لي انه كان بياخد 500 جنيه او 600 جنيه، وده كان اكبر مبلغ لدكتور في السعوديه ساعتها يعني، في المدينه اللي هو كان فيها، كانت في المدينه المنوره. فلا برضو رقم 1500 ده رقم برضو يعني كان وقتها في الوقت ده الدولار سنه 81 كان بجنيه
يعني اعتقد انه بعد كده بقى يعني مبلغ، يعني ممكن اللي هو بيقوله ده $1200 $1300، يعني دلوقتي 100,000 جنيه 70,000 جنيه ولا بتاع، لو $1500 ولا، يعني كان مبلغ كبير بقياس الوقت يعني. صح. مهم. على عيسى سوري، على الاسيوطي بقى. اه يعني لمحه كده سريعه عن فريد شوقي بس عشان نشوف زي ما انت قلت العظمه بتاعته. انت عارف في سنه 84 عمل كام فيلم؟ قول. اضرب رقم كده. 10 مثلا. 12 فيلم. 12 فيلم. 12 فيلم سنه 84 بس. 12 فيلم يا 12 فيلم يعني عندك فيلم في الشهر. اساميهم؟ ما عنديش اساميهم كلهم، بس في فيلم فاكره علم معايا قوي، ده اسمه بنات ابليس. عارفه فيلم كويس حلو جدا قوي. ده، عارفه كويس قوي، بتاع مديحه كامل اخراج واسعاد يونس برضه وزيزو أيوة مصطفى. بالظبط، تأليف وحيد حامد. فيلم حلو جدا جدا جدا. وفي وحيد سيف احمد شوقي، ودوره مختلف تماما عن الفيلم ده تماما. أيوة. راجل غليظ وشنيع ومش عارف ايه، فان يكون في سنه عامل ده وعامل ده. الراجل ده فريد شوقي عمل قرب 400 فيلم. يعني زي ما قلنا، يعني ده احنا محوشينه كده لدردشه خاصه عنه، بس عشان تشوف بس ان 12 فيلم في سنه واحده how prolific this man is. يعني فريد شوقي كان ممثل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الطريقة اللي أدار بيها مشروعه من أول ما ابتدى في الأدوار الصغيرة، إنه يبقى شرير ويرفع حاجب ويبقى هو الفيلن اللي بتكرهه البطلة، ويجي بقى كمال الشناوي ولا عماد حمدي ولا أنور وجدي ياخدها منه. حس ان هو ده يعني واضح كان دخل الفن عن حب، لانه درس هندسه ثم بعد كده دخل معهد. لا ده متخرج، ده اول دفعه فنون مسرحيه، اول دفعه. لا هو الاول درس هندسه وبعد كده اشتغل شغلانه مهندس مساحه، حاجه بسيطه يعني. بعد كده هو اللي راح درس في معهد المسرح، كان لسه زكي طليمات عامله، وهو هو اول دفعه اتخرج. ومره بتساله يعني زمايلك مين دفعتك مين، يقول لها السيده فلانه والسيده فلانه ومش عارف وعبد العليم خطاب ومين ومين ومين. يعني هو يعني فعلا تريل بليزر فعلا، يعني بايونير. لا رهيب. فده شخصيه الاب. شخصيه الام بقى كريمه مختار. كريمه مختار طبعا هي الكونتسنشال مام يعني. صحيح. حلوه دي فعلا. يعني كان دمها خفيف ولذيذه وديليفرز كوميدي برضو كده، يعني فيها طيبه والسذاجه بتاعت، يعني هي شيز ذا افري داي مام اللي في الوقت ده، اللي على طول واقفه في المطبخ على راي المثل الشرطه خدمه الشعب. بالظبط. اللي مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. لا وهي حتى نفس لبسها، شويه امثال، الفستان الطويل ده او جلابيه طويله مشمره كمها، فتحس انها دايما انجيجد في مطبخ. يعني ان هي يعني هي حتى كانت دايما كمان في العيال كبرت نفس شكلها في الفيلم ده، كانت تبقى دايما ماسكه فوطه، تحس انها والحفيد نفس المنظر، يعني تحس انها واحده ست منهمكه فعلا في شغل البيت، في اعمال المنزل، هوم ميكر. وفي وسط كل ده بتحل مشاكل بقى، مالتي تاسكينج فعلا، مشكله ده ومش عارفه ترضي الراجل ازاي، وعايزه تعمل له كل حاجه، وهو بيحبها وبيموت فيها. يعني هو في الفيلم فعلا كان يعني تحس فعلا ان هم لاف بيردز، هو بيحبها وبيموت فيها، وهي اهم حاجه في حياته هي الست دي. يعني انت تشعر ان الحاج الاسيوطي كريمه دي هي اهم حاجه في حياته. حتى الاسم الحاج الاسيوطي، حتى الاسم يعني حتى الاسم بتاعه الحاج الاسيوطي. الحاج الاسيوطي. الحاج الاسيوطي. طب احمد راتب عزيز برضو. سوري ماشي. احمد راتب طبعا كان مسخره لحد دلوقتي. احنا دايما بنتكلم ان هو يمكن اعظم سكند رول في السينما، يعني احسن سنيد في السينما. بعدين طبعا لما كبر كل افلامه مع عادل امام، بس في السن ده في سك على بناتك مسخره. وفعلا هو خلق الشخصيه بتاعت عيسوي، فنان بوهيمي اللي ما بيستحماش برجله بلبسه. لا ولما بيقول له انا اللي بوصل الاجيال بعضها، قالوا تبقى كهربائي. انا برسم للتاريخ، انا ببني جسور الفن. طب نزل سابق جيلي بحوالي 50 سنه. هلا جدي الاسيوطي ده يقال ان هو اللي بنى الهرم، يعني فعلا اوفر انفليتد ايجو، وهو ما عندوش اي حاجه خالص، فاضي من جوه، مفيش حاجه خالص. ده لما قال له ده شرف ليك يا عمي. برج عيلتنا راكب على برج عيلتكم. لا والسلاسل فعلا هيبي، يعني واخد بالك، وهو ما عندوش حاجه خالص يقدمها يعني. لا رهيب.
دلال عبد العزيز كانت جميله جدا الفيلم ده يعني. كان من شكلها حلو الحاجات فعلا. اللي تريلي ستراك مي. دنيا سمير غانم. دنيا، انا بتكلم على دلال. لا هي دنيا شبهها بالظبط، كربونه. والله كربون. انا ما اعرفش انت مش شايف كده يعني. حاسس ان دلال برضو، لا دلال احلى يعني. دنيا دلال حلوه كل أحلى حاجه طبعا. بس دلال هي الاصل يعني. برضو دنيا اختلط عليها الجين بتاع سمير غانم شويه بس دلال هي الاصل. على فكره انا ما شفتش روكي الغلابه، بس ولادي شافوه، دخلوا مع مراتي النهارده السينما حفله الظهر وعجبهم جدا، اتبسطوا قوي يعني. فواضح ان هي دنيا مركزه في الفئه العمريه دي للاطفال اكتر من اي حاجه تانية which is fine، عشان بس الناس ما تحكمش عليها بعدسه تانية يعني. هي ده التارجت اودينس بتاعها، وواضح التارجت اودينس بتاعها مبسوط. انا كانوا طايرين من يعني اتبسطوا جدا جدا من من الحفله النهارده. انا شفت اعلانهم يعني طبعا هو زي ما انت قلت ليه تارجت اودينس معين، بس انا برضو اعتقد انها عندها رينج كبير يعني. احساسي كده انها عندها رينج كبير وانها تقدر تأدي في حاجات مور سيريس يعني. صح. انا قريت قصه ان الفيلم ده هو ده اللي خلاهم يتجوزوا يعني. هما كانوا بيحبوا بعض ومش عارف ايه، وهي عماله تجري وراه عشان يتجوزها، وهو عمال يعني بيفلفص. وفريد شوقي قاعد معاه، ده سمير غانم اللي بيحكي يعني. فريد شوقي قاعد معاه قال له انت ايه حكايتك؟ البنت حلوه زي القمر، ما تتجوزها. قال له كده برضو يعني انت عايز نتجوزها يا مالك؟ قال له قال له خلاص عشان خاطرك هتجوزها. واتجوزها بعد الفيلم. فرق السن بينهم كبير. سمير غانم كان مواليد 37 واعتقد ان هي يعني حتى لما توفت فرق السن كان كبير جدا بينهم يعني. تمام. لا الكيمستري بتاعتهم كانت حلوه قوي. كلمني على اكرامي بقى لان انا ما اعرفش عنه حاجه الصراحه. لا اكرامي يعني انت اهلاوي بقى فانت احكي لي. طبعا اكرامي انا وعيت على الكوره يعني. انا مش عايز بقى واحد يقعد بقى يقول لك ده يا عم بيكتروا زمان ونوستالجيا وكده، بس هو ده الفاكت يعني. احنا بنتكلم على فيلم اكرامي واخد احنا بنتكلم على رب ولد يعني. رب ولد. اللي عايز افلام حديثه انتوا اكيد عارفين مش دي مش القناه. صحيح. هو طبعا انا كبرت، انا مواليد 75 فانا وعيت على الكوره مع والدي الله يرحمه. كان اهلاوي كبير وانا بحب النادي الاهلي جدا. ما بشجعش كوره خالص دلوقتي ولا بتابعها اصلا خالص الا من بعيد لبعيد كده، ولكن في الوقت ده سنه 82 و83 كان النادي الاهلي في قمه زهوه، فرقه كوره عظيمه اللي هي بقى محمود الخطيب ومصطفى عبده وربيع ياسين ومجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد. وكان الجول كيبنج في النادي الاهلي في عصره الذهبي كان عندك 2 أو 3 جول كيبرز من كتر ما هم كانوا جامدين جدا. ما كانش ينفع حد فيهم يقعد احتياطي للتاني. اكرامي طبعا وثابت البطل الله يرحمه، وكان هما الاثنين بيلعبوا ماتش وماتش يعني. دي حاجه ما عرفوش يعملوا ما عرفوش يعملوها كتير. كانوا بيلعبوا ماتش وماتش وكانوا هما الاثنين بيقفوا المنتخب مصر. وكان اكرامي بيسموه وحش افريقيا لانه كان بسم الله ما شاء الله جسمه حلو قوي، وكان يعني طويل وكان موهوب جدا. ما قال له انت قالع ايه لسه خاطب وقالع دلوقتي؟ لا شفت بيقول له لا وبيقول له على فكره انت داخل على طمع. قال له طب ما انتوا كمان داخلين على طمع. قال له بس ما بنقولش. قال لا وبعدين قاعد الفوطه يعني دي علامه ان هو قاعد واخد راحته يعني. هي دي برضو شويه يعني تركات بسيطه كده. ما هو رياضي بقى، الرياضي هيقعد ايه غير يبقى قالع يعني واخد بالك، وقاعد واخد لسه خاطب وقالع ولسه خاطب وقالع من دلوقتي. يعني شوف هو عايز يعني يوصل للمشاهد ان هو واخد راحته وانه كمان ما عندوش دم، ان هو رخم يعني، ان هو سدغ او بكس زي ما بيقولوا دلوقتي. صح. فاكرامي كان جول كيبر النادي الاهلي وكان جول كيبر عظيم يعني، وكان موهوب جدا. بس كان يقول لك ايه بقى، ان هو كان موهوب جدا انه ممكن يصد كرة صعبة قوي لكن كرة سهلة تخش فيه، عكس ثابت البطل. كان فيري كونسيستنت يعني. ثابت البطل الكرة السهلة هتتصد، الكرة الصعبة هتتصد، الكرة الصعبة قوي هتخش. اكرامي بقى كان ممكن الكرة الصعبة قوي قوي هيصدها وهوبا مرة واحدة تلاقي الكرة السهلة دخلت. فهو كان عجيب كده شويه، لكن كان بيسموه وحش افريقيا يعني. وخد اول بطوله افريقيا خدها النادي الاهلي سنه 82. كان هو الجول كيبر ساعتها، اللي هي الاهلي وكوتوكو لما الخطيب خد هداف البطوله وخد احسن لعيب في افريقيا. كان هو حارس مرمى النادي الاهلي هو اكرامي. فاكرامي وجابوه في افلام كتير قبل كده. انت معايا في البودكاست لان انا صفر كوره يعني، فكويس ان انت هي دي اخر ذكرياتي عن الكوره. بعد كده يعني يمكن شويه طبعا وقت ابو تريكه والجيل ده، لكن دلوقتي انا ما بتابعش كوره خالص يعني.
طب عارف اي ناس، اي من الناس التانيين اللي حضروا الفرح في الماتش في الفيلم؟ ايوه طبعا طبعا، ما هو ده المشهد ده برضو ايقوني. اللي حضروا الماتش ده، اللي حضروا الفرح، كابتن جمال عبد الحميد، حتى هو ايه بيسلموا على كابتن الحاج الاسيوطي، ويجي على على كريم مختار عايز يبوس، يروح يقول له لا اتفضل خش. واخد بالك؟ هو الاول جمال عبد الحميد، اللي ما يعرفش جمال عبد الحميد كان بيلعب في النادي الاهلي قبل ما يروح نادي الزمالك، وكان في كابتن حسام البدري اللي هو بعد كده فيما بعد مرن النادي الاهلي. حتى كان في بعض الناس كده يتريقوا على حسام البدري لما كان بيمرن النادي الاهلي، يجيبوا المقاطع من الفيلم ده وهو بيغني هم تيكا تيكا هم، الكاميرا جت عليه لما تيكا تيكا بوم بوم تيكا بالظبط. تيكا بوم بوم. والثالث كان مدحت رمضان، كابتن مدحت رمضان. الغريبه بقى ان هو في تتر الفيلم في البدايه كاتبين مجدي عبد الغني، بس انا مش شايف مجدي عبد الغني، ما ظهرش. ما اعرفش بقى الا لو كان ظهر في المشهد الاخراني وقت التدريبات او كده كاتبين اسمه، لكن هو هل مثلا شالوه او كده مش عارف. فاللي ظهروا مدحت رمضان، حسام البدري، جمال عبد الحميد. الفرح ده اصلا كان مسخره، سمير غانم وهو قاعد والحركه بتاعت الاكل دي لو كابتن بيب احلى مين؟ انت قصدك فرحه هو ولا خطوبه البنت؟ لا الفرح فرح سمير غانم. هو الفرح اللي بيكون فيه بتوع كوره جه بعدين، استنى على الاكل. بالظبط، بيقول له استنى على الاكل. لا وعدويه طبعا، عدويه برضو كان بيظهر في افلام كتير قوي في الفتره دي، افلام مع سعيد صالح ومع سمير غانم وكده، فبرضو عدويه كان يعني سوبر ستار يعني. طبعا كان بيجي علشان يرفع قيمه الفيلم ويدخل جمهور للفيلم عشان الناس تسمعه. انا اعتقد ان هو كمان سمير غانم كان بيحبه، لان في فيلم مثلا تاني، في فيلم اسمه كله تمام بتاع سمير غانم، معرفش شفته ولا لا. يعني فيلم انا ما اقدرش اصنفه هو فيلم او لا، اعتقد ممكن يكون فيلم اولاد يعني. بقى هو اللي عارفين بقى التصنيفات دي بيقولوها بالظبط، طبعا ادم مكي وايمن الزرقاني. في فيلم اسمه كله تمام، عدويه ليه دور فيه، مش مجرد انه ظهر غنى، لا ده هو غنى طبعا في الفيلم، لكن ليه دور، هو الفيلن بتاع الفيلم وهو اللي الصراع قصاده كان سمير غانم وعلي الشريف ووحيد سيف واسعاد يونس، والفيلن احمد عدويه. فعدويه طبعا كان مهم. وفي الفيلم الثاني ده بتاع اسمه البنات عايزه ايه، لما قال لك عمي يا عم يا صح، لما كان أيوة. لما طلع الفلوس ونقطه، ما اعرفش انت فاكر الفيلم ده ولا لا؟ كان معاه محمود عبد العزيز ولما قالوا انت بتبعت جوابات لمراتي، ما اعرفش تفتكر الفيلم ده؟ كان فيه سهير رمزي وبتاع. لا وحتى في الفيلم اللي قبله بتاع تجيبها كده تجيلها كده، ما كانش فيه عدويه، بس سمير غانم كان بيغني اغانيه اللي هو بتاع شيل الواد من الارض الواد لابوه، فبرضه يعني انت كلتشر يعني. ايوه هو عدويه كان امباكتفول، وكان هو المغني الشعبي رقم 1، وكان محبوب جدا، وكانوا زي ما انت قلت يعني بيجيبوه في الفيلم عشان يرفع الفيلم. صح. لا مشهد الفرح، انا كل مشاهد الافراح في الفتره دي بحبها، بحس كده بالالفه كده واللذاذه وعدم الاصطناع وعدم التصنع. يعني صح. في كده حاجه فيري ناتشورال، زي بالظبط الموبيليا اللي لا وبعدين الافراح يعني العفش فيري نورمال. الافراح زمان كانت هي كلها سندوتشات وشربات، يعني ما فيش بقى بوفيه زي دلوقتي كده الابوريت وجبن ومش عارف، والمناظر اللي بنشوفها دي دلوقتي. يعني انت لو خدت بالك لما هي كانت، لما قال لها شفت يا كريمه قلبوا الشقه ملعب، ودخل لما الخناقه ابتدت فهي كانت واقفه بتعمل سندوتشات وشربات. هي بس كده، مفيش اكتر من كده يعني. والبوكيه الكبير ده اللي بيبقى ليه ورق فضي، ده اللي بيجي كده، اللي هو بيبقى بوكيه كبير كده يعني ستاند الون كده، واقف لوحده زي الترايبود. صح. وقبل الفرح بقى طبعا المشهد العظيم بتاع تعيش انت يا حاج، هو بيتقدم ده يعني الواحد ده حافظه. انا المشهد ده كله بيضحكني، بس اكتر حته بتضحكني لو يعني بيقولوا تعيش انت حاج، تعيش انت حاج، انت تعيش يا حاج، حتى بس تعيش انت يا حاج. طب كلمني بقى شويه على في حرفيه الكتابه، انه يخلق لك كده شخصيات مساعده، يخلق بيها مواقف كوميديه حلوه، زي شخصيه زكي فندي اللي هو السكرتير الطراز القديم بتاع الحاج الاسيوطي اللي هو مشاه وجاب السكرتيره الجديده، وشخصيه المعلم صقر. يعني هل الشخصيات دي مهمه لاستكمال سيناريو محكم، ولا كان ممكن هو يعني يشيل الكاركترز ديت من السيناريو وستيل الفيلم يبقى هولدنج اب؟ يعني انا بتكلم على حرفيه الكتابه يعني هو زكي فندي الشخصيه اللي انت مجرد بس حد عشان بيسموه ده ساوندنج بورد يعني يعني حد زي الشخصيه اللي يكون عندها واحده صاحبتها عشان تحكي لها، عشان نسمع الافكار اللي جوه مخها ايه وكانها بتقولها يعني. فزكي فندي كده. وشخصيه معلم صقر طب في كده عشان في حاجه غريبه دخلت عليا.
زكريا موافي الله يرحمه. زكريا موافي. برضو يعني برضو لازم الفيلن، يعني لازم يكون في حد فيلن هو اللي هيصارع ضده. بس ان هو يجيب حد زي زكريا موافي علشان سمير غانم يلعب قصاده المشهد ده. أيوة. عارف اللي هو يقفل عشان في حاجه غريبه دخلت عليا لا فين اسيوطي راح مصلحه كمان الضرايب، هنعمل راح بتسعة. يعمل ايه؟ راح يجيب ضرايب. عارف اللي هو راح يجيب ضرايب، راح الضرايب هيجيب ضرايب يعني اللي هو فان انت تلعب قصاده، وهم اصلا عندهم كيمياء من ايام اسمه ايه ده، متزوجون وابو سفيان الحي الشرقي، المتزوجون وبيت اللوح، نبقى لكم بيتكم بقى يا معلم. لا وموسيقى في الحي الشرقي، وموسيقى الحي الشرقي مظبوط. بس انا معايا المعلم طربها جه عشان يطربها، هو ده زكريا موافي بالنسبه لي يعني. فلا طبعا يعني الاختيار، مفيش حد في الفيلم دمه تقيل فعلا زي ما انت قلت. كلهم دمهم خفيف. المشهد بقى كنت بتكلم عليه بتاع اللي هو الاشهر مشهد فيهم بتاع تعيش انت يا حاج، غير اللعب في الكلام، فريد شوقي كمان is perfect في الرول ده. لان في الاخر هو بيحضنه وعمال يطبطب عليه وبيعيط وبيقول له بس خبطوا في الاخر. ايوه هي دي. فريد شوقي رزع على كتفه، سمير غانم اتخض. يعني لو شفتوها تاني بصوا عليها تاني، رزع كده، اتخض، واضح انها وجعته، وعلى طول قطع على كريم مختار. ده اللي بتكلم بقى على العظمه بتاعه الايديتنج الكوميدي. رشيد عبد السلام just as you start laughing اقطع. يعني التايمينج زي ما انت قلت is perfect timing، انت تقطع من ده. لا مشهد عبقري يعني. وده خليني اسالك، لان دي من الحاجات اللي فعلا يعني احنا يمكن كمصريين ويمكن كعرب we're losing a lot of our identity كده. يعني ثقافتنا وهويتنا العربيه والشرقيه كتير قوي عماله ايه بتتدهور كده وبتخف مع بقى الويسترن انفلونس، مع الحاجات دي كلها، زي ما كانوا الافراح دلوقتي ومش عارف ايه. بس في عاده اعتقد لسه موجوده، وهي اللي هيروح يتجوز بياخد عيلته ويروح يتقدم لاهل البنت اللي بيحبها. دي عاده صحيح. انا على نفسي عملتها، I'm assuming انت عملتها انت كمان يعني. بالظبط كلنا عملناها. حتى يعني هي ايه ده، حتى لو في معرفه سابقه يعني، انها مثلا كانت معاك في مدرسه او معاك في الجامعه وانتوا عارفين بعض مثلا بقالكم سنه ولا حاجه، لكن وقت الجد يعني كلنا بنتحول الى مود قديم جدا، ونتبع يعني اصول وقواعد اجتماعيه اعتقد صعب جدا ان احنا يعني نغيرها او ما نتبعهاش. يعني من العادات اللي بحبها جدا جدا وبحب اشوفها في كل، يعني دي موجوده من ايام الابيض واسود. عارف اللي هو اللي راح يتقدم من العروسه، من كل الافلام. لا ده في كمان قواعد. انا مامتي بقى بدون قطع كلام، بس هو استكمالا اللي انت بتقوله. يعني لما جينا برضو يعني خلاص بقى وقت قرايه الفاتحه وبتاع، من ضمن الحاجات اللي كانت لازم تتعمل ان يوم ما انتوا رايحين تقروا الفاتحه او كده لازم تبعتوا شربات، لازم يبقى يعني يسبقك قبل قبل ما تروح. مثلا لو قرايه الفاتحه بالليل، او يعني خلاص يعني الاحتفال نفسه بالليل الساعه 7 8 بالليل، من الساعه 2 الظهر 3 4 كراتين شربات. انا ما اعرفش شربات من جروب والورد شربات والورد والشوكولاته الباتشي، يعني في حاجات كده لازم مش علبه شوكولاته كبيره. انما ما اعرفش هو دلوقتي في شربات ولا لا، انا مش عارف يعني. بقى لي فتره حتى بروح افراح بقى كله عصير، ما بقاش فيه شربات. عصير انا كنت بحب الشربات ده جدا، يعني شربات الورد وشربات اللوز والفراوله والحاجات دي يعني بس كان في تراديشنز كده مهمه جدا، ولازم يبقى شربات في جروبي وتبقى كميه كبيره تروح بالكراتين. يعني هنبعت الشربات، وحتى بيهم كلمه يقول لك هنبل الشربات، لان الشربات طبعا بيبقى مركز جدا، فلازم يعني يتحط عليه ميه، فيقول لك ايه هنبل الشربات. يعني خلاص يجيبوا حله كبيره كده ويقعدوا يقلبوها عشان يحصل امتزاج كويس ما بين السيرب التقيل قوي اللي هو الشربات وما بين الميه. يعني كان في كده تراديشنز حلوه، يعني اجواء احتفاليه. يعني فعلا يعني الجواز في مجتمعاتنا الشرقيه، واعتقد برضه في المجتمعات الغربيه، مش مجرد يوم كده وخلاص، ده في سيريموني بيحصل يعني اوفر مثلا سنه او 2، احتفال ورا احتفال، من اول قراءه الواحد بيتقدم، ثم قراءه الفاتحه، ثم الخطوبه، ثم كتب الكتاب، ثم الفرح، وفي النص في حنه البنات ومش عارف ايه. يعني حاجات كتيره كده، اجواء احتفاليه ممكن تستمر سنه ولا سنتين يعني.
ده حاجات جميله جدا. وبما ان اللي بيسمعونا من دول عربيه كتير، يا ريت تقولوا لنا في الكومنتس ايه طبعا هي التقاليد عندكم في فكره اللي بيروح يتقدم. هل زينا كده زي في الفيلم ده يمكن اكتر بقى، الاول؟ ده يمكن هم ما اكتر انا كمان. انا عندي احساس اه برضو، ويمكن اخواننا من بلاد ال- الشوام مثلا، يمكن دول الخليج، يعني عايزين نسمع كده من عندكم انتوا، واحد رايح يتقدم ايه اللي بيحصل. يعني احنا ده عندنا قريب الافراح في قوي. الخليج بتبقى بقى 3 4 ايام، وبعدين بقى فيها حته بالظبط. كمان للرجاله وحته للستات، حاجه عظمه يعني، صح. حاجه عظمه قوي امم قوي يعني. واكل كتير صح. ولحمه ورق وبيبقى فيها ولبس يعني حلو. ايوه ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. صح. اه لا لا، حاجة جميلة جدا. وفعلا يعني مهما زي ما انت قلت ممكن يكون في سابق معرفة وعارفين بعض وكل حاجة، بس دي كأنك almost داخل الامتحان، ما يعني انت مع ان شفت خلاص اسعاد things are يونس، يعني relatively هي agreed بتخرج، upon. اسعاد يونس هي اه بتخرج معاه، وبعدين وقت شايله الشربات عامله نفسها مكسوف مكسوف، انت لسه خارجه معاه امبارح بالظبط. يعني. بالظبط. هي في الاخر هي كده، انا فاكر كويس قوي نفس الاحساس ده. خلاص تقريبا كل حاجه معروفه وكل حاجه، بس الطقوس يعني لازم تمر صحيح بيها، واحساس صحيح. جميل ويعرف يعني. لا جميله جدا. فعايزين نسمع منكم فعلا كل حبايبنا اللي من الدول العربيه المختلفه، الولاد والبنات، قولوا لنا انتوا عندكم ايه اللي بيحصل لما بيحصل الاوفيشال، يعني ان انتوا تقدموا. وحاجه تانية برضو عايز اتكلم معاك فيها، كان اثارها صديقنا محمود بهدي في واحده من الستريمز بتاعته. قعد فتره كده بيتكلم على ان دلوقتي مش مهم الواحد لما يجي يتقدم يكون عنده شقه، وان مم. مش مهم ان الاب يكون جايب لابنه مثلا شقه والكلام ده، واتس اوكي ان الناس تقعد سنين وحتى فوريفر قاعدين في شقه مفروشه مش في تمليك. انا على ايامي كان مختلف. انا على ايامي، وطبعا الدنيا بتختلف يعني. ايوه انا على ايامي كنت عارف ان انا ورايح هتقدم، عايز انا كذا كذا، وعندي حاجه حتى لو صغيره، حتى لو هستلمها بعد قد ايه، حتى لو مش عارف ايه. في ناس كتيره، لا في ناس كتيره اتجوزت في، انا اختي مثلا لما اتجوزت كان في ايجار لحد ما نقلوا على بيتهم مش عارف ايه. في ناس بتقعد ايجار على طول. انا بابايا ومامتي اول ما اتجوزوا قعدوا في ايجار 12 سنه مثلا مم. لحد ما مم. نقلوا مم. على بيت بقى وشطبوه ف I'd like to hear your opinion برضو، لان كان it was a very nice discussion على الستريم بتاع مهدي ومتابعين مهدي جيل اصغر مننا فعلا. وزي ما يكون الجنرال دلوقتي ابروتش فعلا ان موضوع ان الواحد يبقى عنده بيته او حاجه ملكه وهو بيتقدم ما بقتش priority, which is totally fine. بالعكس is totally understandable دلوقتي فعلا. اه فعايز اسمع كده رايك بما ان انا وانت من جيل انا متقارب اعتقد شويه. احنا يعني احنا جيل واحد. انا اعتقد ان هو الفتره including هو مهدي. اه ما هو مهدي جيل بتاعنا، بس هو his approach كده برضه is هو different يعني. اعتقد احنا لحد نص السبعينات ما كانش في حاجه اسمها تمليك. التمليك ده ظهر مع السبعينات. قبل كده كان السكن عمره ما كان مشكله يا سوري، يعني لما بفتكر يعني كان الشقق كتيره والسكن كتيره، وما كانش حد بيفكر انه يمتلك شقه او يمتلك بيت. الامتلاك ده كان يعني قاصر على طبقه اجتماعيه معينه، هم اللي عندهم عمارات او كده ومسكنين فيها. وهي دي المشكله اللي قاعده اليومين دول وصدر ليها القانون الإيجار الحكومه. القديم اه بالظبط. مع بداية السبعينات ويعني وانتقال مصر للاقتصاد المفتوح شوية، ابتدى يظهر نوع من البيزنس هو المقاولات، ان ناس تبقى في اراضي وتتبني، والبلد بتتوسع وعايزه اقتصاد يبقى مفتوح اكتر واقتصاد حر اكتر واقتصاد رأسمالي اكتر. فظهر الشركات المقاولات تبني عمارات وتبيع شقق. والشقق والى حد ما السبعينات، انا مش عايز اخوض في بوليتكس عشان ما نخرجش عن الاطار او الخط بتاع سينماتولوجي، احنا ولكن بنتكلم في فاكت يعني واللي ليه راي تاني برضو يقول يا جماعه. الناحيه الاجتماعيه يعني more or less السبعينات اكتر من السياسيه. والثمانينات السبعينات والثمانينات والتسعينات من 2000 ل 2010 اللي هي سنين حكم مبارك، كان الى حد ما فيها استقرار كبير، استقرار سياسي، ما فيش حاجه بتتغير قوي، وحش او كويس بس هو ده اللي كان حاصل. وثبات الى حد ما في العمله. يعني مبارك استلم البلد بس كان في ازمه السكن يا سمعه في الثمانينات، حتى كان في افلام كتير قوي في الثمانينات ازمه صحيح السكن ده كان ثيمه، كراكون في الشارع وافلام كتيره قوي قوي قوي. موافقك. ما هو بقى الانتقال من البيوت اللي كانت الناس بتسكن فيها ايجار قديم خلاص ثبتت،
ما فيش حاجه بتطلع ايجار قديم، وابتدى يظهر التمليك، والتمليك ده كان غالي. ابتدى بعد شويه الناس تبني على ارض زراعيه، اللي عنده ارض صغيره يروح باني عليها بيت مسكن عياله فيها. مشهوره جدا القصه دي في الفئات الاجتماعيه الاقل، او بقى اللي يعني الميدل كلاس او الابر ميدل كلاس اللي انا شايف ان احنا ننتمي ليها. ابتدى بقى واحد يعني اللي سافروا الخليج واللي قعدوا هنا في مصر يشتري لابنه شقه يتجوز فيها. فهي بقى عادي جدا. التعليم بتاعنا كان الى حد ما تعليم رخيص، فمدارسنا كانت مدارس الى حد ما مدارس رخيصه، والجامعه كانت الى حد ما باستثناء اللي دخلوا الجامعه الامريكيه زي حتى الجامعه الامريكيه وقتها ما كانتش غاليه زي دلوقتي. فكان كل التحويش الاسر المصريه بيروح ناحيه السكن، وانك تجيب لابنك او تجيب لجيلين بعديك او جيل بعديك سكن، يبقى انت ساكن في شقه وجايب لابنك شقه، ولو عندك اكتر من ابن جايب لكل واحد فيهم شقه، لان ما كانش المدخرات بتاعتك بتروح لتعليم او بتروح لمصاريف حياه يوميه زي دلوقتي. اللي حصل بقى اليومين دول مع الانفليشن اللي حصل وانهيار العمله بتاعتنا، والسكن بقى غالي جدا انك تشتري بيت، وظهرت بقى التشطيب غالي، وبقت الضرائب العقاريه غاليه، بقى تملك التشطيب اغلى من البيت يا سمعه. بالظبط حكيت لك انا بمر بالازمه دي بالظبط. بقى تملك عقار عبء مالي كبير، بتدفع فيه ثمن كبير جدا، بتدفع له صيانه كتيره جدا، بتشطبه زي ما انت لسه قايل بفلوس كتيره جدا، بتدفع ضرائب عقاريه كتيره جدا. ففي ناس وفي نفس الوقت اللي موجود بقى كتير قوي بقى. طب انا اشتري ليه؟ ما انا زي بلاد اوروبا، واحد بيتجوز وابني اجر له شقه ولا اجر له بتاع بقى، وما اكثر المعروض، والامور بتمشي والحياه بتستمر. هو ده اعتقد التغير الاجتماعي اللي حصل، في اللي خلى دلوقتي ناس كتيرة من اللي كانوا زمان يقدروا يشتروا شقة لعيالهم، مدخراتهم كلها راحت في مصاريف تعليم ومصاريف حاجات تانية في الحياة، وبقى تملك عقار بقى غالي. اعتقد ده اللي حصل يعني. ده حلو قوي. طيب انا كده خلصت كل النقط المهمه اللي كنت كاتبها، الباقي كله هلس بقى. ما عنديش حاجه تانية كنت اتكلم عليها غير ان احنا نسترجع مشاهد بقى. المشهد العظيم بتاع صافي هتلم بيض الفراخ البيضاء اللي في السوق ونجيب الكتاكيت. ايوه ما بقول لك نتكلم في الهلس بقى يعني. كلمني في الهلس. المشهد ده كمان فيه حرفيه جامده جدا. هو كل ده المشهد ده ابتدى ان هو كل واحد فيهم طمعان في حته من الثروه بتاعه الحاج الاسيوطي، فعايز يعمل له مشروع. فابتدت بان احمد راتب قال له انا هعمل معرض او هنشتري شقه ونعمل معرض، والمعرض ده يتاجر للفنانين. شتم وسابه هيكسب 100,000. بالظبط. على فكره لما شتم وما خدت بالك هو بيجري قال له انا هفشخك. انا اول مره سمعتها وات ورجعتها وقال كده فعلا. انا هفشخك. لا بعد ما ساب احمد خليها بامبا ولا مش عارف ايه كده نكشت شعري. لا استنى بس. وبعدين لما هو خرج من الفيلا وركب العربيه، قام الكادر وسع، لقى سمير غانم قاعد جنبه في العربيه والتانيه قاعده في الكنبه اللي ورا. يعني السيت بيسز دي يعني فكره ما كان ممكن يقابلوه في الطرقه في الشارع، لكن هو لا عمل لك دايناميك كده. وبعدين في الاخر ان هو طرده من العربيه وركب العربيه ومشي. فيعني كان ممكن يعمل لك ان هو قابله في الشارع ولا قابله في الجنينه ويبقى مشهد في الجنينه وخلاص. لكن لا، هو برده لازم يكون في حركه، اللي هو جاب لك اللي هو بيركب العربيه ثانيه في المشهد. يعني حتى لما عربيه تمشي هو بعد كده بيقوم مهرب ساعات بينس كده وماسك ايديها كده يعني برضه مش عايز يقفل المشهد قفله عاديه يعني. ما بيفرطش في ثانيه يعني. ده ما بيفرطش في ثانيه، لازم يعصر المشهد. انا ده ماي ثيوري اباوت سمير غانم. ما ينفعش يفرط في ثانيه من غير ما يطلع. لا سمير غانم عبقري يا اخي. يعني ما فيش مشهد زي ما انت بتقول بيعدي كده مرور الكرام. يعني في حته لما كان رايح معاه الشغل ففريد شوقي بينادي عليه من تحت يا زفت، قال له ايوه. لا بيقول له هو في دهون. طب نلحق نفطر البريكفاست. لا شفت لما بيقول له انت عايز تفضل نايم زي الدهون اللي قال له في دهون لغيري. دهون لغيري. لا رهيب. مفيش مشهد فيه فعلا ما بيضحكش. وهو عمال ماسك الشنيور وعمال يخرم البطاطس والبصل، فبتقول له انت بتعمل ايه؟ بتخرم البطاطس ليه؟ قال له مش لازم اخرج حاجه، اللي هو بتعمل اي حاجه وخلاص يعني.
قال له بقى عندنا غريم جديد يا صديقي العزيز، وبعدين كلها ايه اخلص منه بعد كده افضلك انت وفشولك انت كمان. قال له فشولك انت كمان. لا في كمان كنت بتفرج بقلب كده امبارح، فخبطت في كان لقاء كده الله يرحمه بشير الديك سيناريست العظيم، كان بيتكلم على فيلم طائر على الطريق اللي هو فريد شوقي برضه. ان هم لما راحوا عشان يجيبوا فريد شوقي يمثل، ففريد شوقي بيقول لبشير الديك انت يعني انت جايبني يعني سنيد مع شويه عيال اللي هو وجوه جديده، احمد زكي واثار الحكيم وبتاع دي وفردوس عبد الحميد. قال له يا ملك انت الملك، ده انت دورك دلوقتي ان انت تساعد العيال دي وكده وهم مسنودين عليك وبتاع. قال له اقنعتني يا ولد، ومضى الفيلم على طول. يعني بعد ما كان ان هو الاول رافض ان هو يعني قال له انت تهزقني انا فريد شوقي اطلع سنيد مع لانه دور صغير في الفيلم، مش دور صغير يعني هو دور تاني، هو دور مهم مش هم ابطال الفيلم بس يعني لكن هو برضه كان بيأكد عظمه فريد شوقي ان هو فعلا 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 زي ما انت لسه قايل في اول حلقه نص السينما المصريه فريد شوقي. رهيب. وبعدين ده مواليد سنة 20، يعني الفيلم ده كان عنده 64 سنة. يعني شفت ربنا دي الصحة، 64 سنة ولسه بيعمل 12 فيلم في السنة. يعني الصوت راح يا سوري. سامعني سمع؟ 12 فيلم في السنة. عادل إمام سنة 82 انت مش كنت لسه حاطط على الصفحة بتاعت سينماتولوجي؟ لا ولا مش فاكر، لا مش انت، كانت صفحة تانية ان سنة 82 عادل إمام عمل 5 أفلام ونور الشريف عمل 7 أفلام سنة 82. لا جنان بجد. مفيش حد زي فريد شوقي دلوقتي. لا فريد there is no one زي فريد شوقي دلوقتي. يعني عارف انت لما بتيجي تقرا عن حد من الممثلين الاجانب على ويكيبيديا فيقول لك اكتر رايتر دايركتور بروديوسر، اهو فريد شوقي كان كده. مفيش حد كده دلوقتي خالص، اللي هو يبقى الفكره نابعه من عنده وهو اللي يكتب السيناريو، وما يعرفش يكتب سيناريو قوي فيجيب حد يكتب له سيناريو، وهو يبقى الاكزيكتيف بروديوسر هو اللي يقول انا هجيب فلان واجيب فلان وهجيب في المخرج الفلاني، يعني هو اللي مدور المشروع. صح. لا رهيب ربنا يرحمهم كل اللي توفوا في الفيلم ده. سامعني سمع؟ بقول لك يعني مفيش حد من النوعيه دي اللي هو يبقى هو اللي مدور المشروع بالشكل ده. بالظبط. لا ربنا يرحمهم جميعا. وفعلا فيلم مسخره، فيلم يعني صحيح. تحس ان هو فيلم صيفي. ايوه فيلم بتاع صيف كده. ايوه الصيف كده وضحك زي تجيبها كده كده تتفرج عليه. ايوه بالظبط. لا يعني اي هوب تكونوا اتبسطتوا من ان احنا رجعنا بفيلم خفيف لطيف زي ده. ورجعوا اتفرجوا عليه تاني. انتوا بروبلي حافظينه بس رجعوا، كان على اليوتيوب واتشال ما تفهمش ليه. موجود على ديلي موشن. شفت على ديلي موشن واي انديورد اعلانات كتير قوي عشان اتفرج عليه. نفس الكلام. بس يستاهل الصراحه يستاهل. ويا ريت فعلا يعني ما تنسوش تردوا علينا اصحابنا اللي من الدول العربيه، موضوع لما تروحوا تتقدموا والخطوبه والحاجات دي. نحب قوي نسمع القصص دي. احتفالات الافراح بتاعتكم. ربنا حبيبي يا سولي، ربنا يخليك، واشكرك على ان انت فكرت في فيلم لذيذ زي ده حتى نستعد بقى ان شاء الله لموضوع فريد شوقي ده، لان زي ما انت قايل ده نص تاريخ السينما المصريه، يعني احد الاعمده اللي قامت عليها السينما المصريه. واللي لسه لحد دلوقتي لما نقعد النهارده نتفرج على الفيلم اهو، يعني فيلم كده عامله بطرف صوابعه، يعني ممكن يكون صور في شهر يعني. صح. وما تنسوش بقى تدونا كده بركة الرجوع شوية لايكات على سبسكرايبات على ريفيوز على البودكاست على ريتنج، الحاجات الظريفة دي، لحد ما نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وصيف سعيد إن شاء الله. سلام. باي باي.